اغلب الكرتونات الموجهه للاطفال كتخفي رسائل في بعض اللقطات ديالها، يا كتبين المسلمين يا كتبين الاسلام، وكاين كاع اللي كتسيء للاسلام. Attention, Christians, Muslims, and Jews! I have come to gather you into a new faith. السلام عليكم، معكم بوداكس. اليوم غادي نشوفوا لقطات اللي ظهر فيها الاسلام والمسلمين، كراتين امريكيه واللي اغلبها مترجمه. بطبيعه الحال ما غاديش ندويو دابا على اللي ساءوا الاسلام، حيت راه كاينين بزاف د الكراتين الامريكيه ساءوا الاسلام، هادو غنخليهم البارتو الفيديو اخر. دابا غنتكلموا على اللي بان فيهم الاسلام او اللي حاولوا يبينوا الاسلام في اللقطات ديالهم بطريقه من الطرق. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا، حيت منك العكس بالك على سبسكرايب، راه حدا تبعك بجوج سنتيم، وحده على اليسار بواحد السنتيم، وحده كاين واحد الكليك سميتو اللايك، حتى هو كليكي عليه، ويلا بينا في هذه الرحله. اول لقطه عندنا اليوم هي من كرتون اللي انا وانت تفرجنا فيه، سبونج بوب، واللقطه اللي تعرضت في حلقه بعنوان سليبي تايم. هذه الحلقه هذه اللي كان فيها سبونج بوب كيدخل في الاحلام ديال الاصدقاء ديالو، حتى لواحد اللقطه دخل فيها الحلم ديال الحيوان ديالو، اللي كان في الحلم ديالو واحد المكان على شكل مكتبه كبير. ولكن لو لاحظت في هذا المكان هذا غتلاحظ بكل وضوح كتاب مكتوب عليه باللغه العربيه. كتاب مكتوب عليه باللغه العربيه في مسلسل امريكي، فراه شي حاجه اللي ما كتدخلش للعقل اولا. ولكن الا تدققت في ديك الكتابه مزيان، خصوصا في الكلمه الثانيه، غتلقاها بانها كلمه الله. نعم، فلو كان عندك شي تفسير علاش كلمه الله او كلمه الجلاله ظهرت في هذا المكان هذا، غتشرف بقراءته في التعليقات. صراحه حاولت نشوف داكشي اللي قبل كلمه الله اش كيعني ديك الكلمه اللي هنا، ولكن الصراحه ارى ما بحثت ارى ما زوميت ما قدرتش نعرف شنو هي. اللقطه الثانيه اللي عندنا جات من نصيب كرتون كراك من الجدول، وبالضبط في حلقه كونسيل اوف ذا كريك اللي ظهرت فيها واحد الشخصيه جديده في الكرتون واللي تسمات بامينه، اللي هي اسم عربي، اللي امينه هو اسم عربي باين لوضوح الشمس. بالغير الاسم فشوفوا الملابس، هاد البنت هادي كترتدي الحجاب، وهادشي اللي كيدل 100% على انهم قصدوا بها العرب والمسلمين بالذات. الكرتون الثاني اللي عندنا يقدر دابا خوك قاعد وكيتفرج فيه، ولا انت قاعد كتفرج فيه، يعني ممكن انت تكون دابا قاعد كتفرج فيه وكتفرج فيه في نفس الوقت، ما عليناش. اللي هو كرتون عالم قابل المدهش، كنتحددوا طبيعه الحال على حلقه ذا بلام، اولا كاين حلقات بزاف كيشيروا لنفس الحاجه. ففي هذه الحلقه هذه ما ظهرش اسم الله صافي او بنت كتلبس الحجاب، لا يا خويا، بل ظهر القران بكل وضوح. فكما كتشوف هنا على الطاوله القران، او حتى هاد اللقطه هذه اللي كتشوفوا دابا اللي جبتها من واحد الحلقه اخرى، كتشوفوا معنا جامبل ومن فوق ديالو القران في المكتبه. فالصراحه ما عرفتش علاش ديما عالم قبل المديش كيحاول يظهر الاسلام او بالخصوص القران الكريم في الحلقات ديالو. دابا نوريك واحد اللقطه اللي كنت ديما كنشوفها في واحد الكرتون وكنتسائل، اللي هو كرتون الدبابه الثلاثه، وبالتحديد في الانترو ديالهم. فإلا لاحظتي هنا بشكل واضح غتبان لك كلمه الله، ولكن الا دققتي فيها مزيان غتلقاها حرف الدبليو. فعلاش حرف الدبليو؟ كتبوه بطريقه واضحه على شكل كلمه الله. اوكي، وصلنا للاخر ديال الفيديو ديالنا. هذه الكراتين واللقطات اللي كانت معنا اليوم. الا بغيتوا الجزء الثاني فاضغط على زر اللايك والاشتراك، والا عرفتي علاش دائما هاد الكراتين كتحاول تظهر الاسلام في الحلقات ديالهم، كتب لي في الكومونتير. وبالصبر.